أنتم هنا؟ مرحبا بكم أيها الأصدقاء. كما تلاحظون جئت اليوم إلى هذا المركز الخاص بالفروسية. علمت أن هناك رياضة تسمى ألعاب البوني تمكن الأطفال والراغبين في اكتشاف رياضة الفروسية من التأقلم السريع مع هذه الخيول. إذن هيا اتبعوني ولنبدأ هذه المغامرة الجديدة مع أنت بطل. تم ابتكار ألعاب البوني منذ 50 عاماً في إنجلترا، واليوم تمارس هذه الرياضة في العالم بأسره، وهي تمكن من تعلم ركوب الخيل عبر ألعاب تنافسية. إنها نشاط رياضي وتربوي في متناول الجميع. مرحباً كورين، أنا أمين. مرحباً، أهلاً بك إلى مركز كاب للفروسية. شكراً. حسناً، اكتشفت الفروسية منذ وقت غير بعيد، وأرجو أن أحرز فيها تقدماً. قيل لي إن ألعاب البوني هي أفضل سبيل لذلك. صحيح، إنها وسيلة جيدة لتعلم ركوب الخيل، لا سيما بالنسبة للصغار، لما فيها من فائدة تربوية وتعليمية تمكن الأطفال من تعلم ما يبدو صعباً بالنسبة إليهم. حسناً، فلنبدأ في الحال إذن. سنبدأ. سأدلك أولاً على حصانك. أمين، هذه إنديانا، إنها المهرة التي ستمتطيها. بونيت، ولكن ظننت أنها حصان أو فرس، ولكن ما الفرق بين البوني والحصان كورين؟ بحسب حجم الحيوان. إذا فاق ارتفاعه عند نقطة الظهر هنا 1.57 سنتيمتراً يعتبر حصاناً، أما إذا بلغ ارتفاعه أقل من 1.57 سنتيمتراً يعتبر مهراً. وتصنف المهور وفق 4 فئات: ألف، باء، جيم ودال، وهذه المهرة دال. حسناً، أرجو أن تكون وديعة وخاصة صبورة معي. يجب ألا تقف خلفها، الخيول جبنة قليلاً، إن وقفت خلفها من دون أن تدري هي بالأمر فقد تركلك. عليك أن تمر دوماً من أمامها، تبدأ بملاطفتها من الأمام ثم تمر من تحتها إلى الجانب الآخر. حسناً، هكذا تفادى المرور من الخلف. لنبدأ إذن. سنبدأ أولاً بتنظيفها. من المهم أن يبقى حصانك نظيفاً لتضع عليه المعدات، وهكذا بفركه بالفرشاة تدلكه أيضاً فيستعد ليحمل وزنك. سوف نجلب الفرشاة وأداة التظفير للاعتناء بقوائمها. نعم، يحتاج الحصان إلى من يهتم به، فهذه العناية هي جزء من الفروسية، وبالإضافة إلى ذلك فهي تنمي العلاقة بين الفارس والحصان. سترينا الآن ما تجيد فعله بها. حسناً، نبدأ من الأمام من الأعلى لننتقل لاحقاً إلى الخلف، فنصل في الأخير إلى القوائم. يجب تمرير الفرشاة على جسم الحصان كله، هذا ضروري، وهكذا تدلكه وتنظفه وتتأكد من عدم وجود تقرحات صغيرة. جيد عند البطن، هذا مهم أيضاً. سوف نضع الآن السرج. لا يقتصر الأمر على فرك الحصان بالفرشاة، علينا تنظيف قوائمه. نستعمل هذه الأداة التي تعرف بأداة التظفير، هكذا. ولكن ما فائدة ذلك؟ هذا مهم. كما ترى يعلق التراب في حدوته. نضع للحصان حدوى لحماية قوائمه. نزيل التراب إلى أن يظهر الجزء الأبيض. ننظف القوائم جيداً. إذا وجدت حصاة في قوائمه ننزعها له حتى لا يتضايق. بعدها نحرص على ألا نترك القائمة فوراً، وإلا سيتفاجأ الحصان. نضعها على الأرض على مهل، بعدها نلاطفه لأنه أبلى بلاء حسناً. بعد أن أصبح الحصان نظيفاً تضع عليه السرج. سأدعك تضع اللبد وكل ما يلزم. أظنك تعرف قليلاً عن هذه
نقرب اللبد قليلا إلى الأمام إلى النقطة التي تحدثنا عنها فيما يتعلق باحتساب ارتفاع الحصان، تعرف بالحدبة. سبق لي أن جهزت حصاناً أثناء إحدى الحلقات، كان ذلك في قطر، وليس هذا ما أحبه في الفروسية لأني أخشى إثارة غضب الحصان، ولكن هذه المرحلة ضرورية ولا بد أن أتجاوز هذا الخوف. أنزل الركاب، انتبه لا تمر من الخلف. أنزل الركاب الثاني، عليك المرور من أمام الحصان. قبل أن تمتطي الحصان هناك شيء يجب ألا تنساه، يجب أن تضع على رأسك حماية، الخوذة. أنا محظوظ، فحصاني هادئ الطبع، لا بد أنه قد تم ترويضه بشكل مناسب. بالفعل، فإن طبع الحصان يرتبط كثيراً بكيفية سياسته، وهذا عمل بالغ الأهمية. انظروا. يأخذكم برنامج أنت بطل لمتابعة مختلف مراحل ترويض الخيول. ترويض الخيول هو أن يأنس الحصان السرج والفارس على ظهره، وأن يقبل التنقل بالطرق الثلاث مشياً ووثباً وركضاً، وأن يدور وأن يتوقف. يدوم الترويض عادة 4 أعوام، والهدف هو أن نقيم علاقة ثقة بين الإنسان والحيوان. لذلك يحظى المهر منذ ولادته بالعناية الكاملة، فنداعبه ونقترب منه وننظفه حتى يأنس باكراً إلى الإنسان في محيطه. في السنة الأولى نبدأ سياسته بشيء من الحرية، فنعلمه أن يتجاوب قليلاً مع الصوت، ويتنقل ويتقبلنا، وأن يستجيب حين ندعوه. وسوف يتعلم شيئاً فشيئاً أنه ليس من الصعب التعامل مع التوجيهات التي نقدمها له، ويجب أن يكون المبدأ دائماً هو ذاته، وهو أن نجعل حياة الحصان الذي لا يستجيب لنا شاقة، وفي المقابل لابد أن نثني عليه ونكافئه حين يطيع. وفي السنة الثانية نبدأ تدريبه تدريجياً على الرسن، وعلى الاستجابة للصوت أكثر، وعلى التنقل وعدم الاكتراث لكل الأشياء البسيطة التي سنقوم بها لاحقاً، مثل وضع البساط على رأسه وعلى قدميه وعلى كل مكان تقريباً. يتميز الحصان بالخوف، ومن المهم أن نعوده على عدم الاهتمام بالأشياء التي قد تصيبه بالفزع، وذلك من أجل سلامة الجميع. بين السنتين الثالثة والرابعة نضع السرج ونشده على ظهر الحصان، ونبدأ بتحميله بعض الأثقال إلى جانب الفارس الذي سينبطح فوق ظهره، ولابد أن يكون ذلك على مراحل قصيرة، يعني أن نركب الحصان وننزل من على ظهره حتى لا يشعر بالضيق، بل سيقول في نفسه هذا عبء جديد لكنه سرعان ما يزول. عندما نلاحظ أن الحصان أصبح يميل إلى الهدوء تدريجياً، نمتطي صهوته ونسير به بكل تؤدة، وبعد قطع خطوتين نتوقف وننزل ونبدأ من جديد، ولا بد من القيام بهذا بكل رفق حتى لا يجمح الحصان في كل الاتجاهات ويتخلص من راكبه، وهذا يساعد على حماية الفارس بما أننا لسنا في لعبة الروديو المتسمة بشيء من الشدة والإكراه. أصعب شيء في الترويض هو أن يثبت المرء سعة صدره في كل اختبار، لأن الحصان لن يستجيب من الوهلة الأولى، ولا بد من الانتباه جيداً إلى رغباته، كما نحتاج إلى اللين والصرامة في معاملتنا له، فهذه الخصال كفيلة بتأمين ترويض لطيف وغير مؤذن. سيحدد هذا العمل سلوك الحصان في المستقبل. سيواجه الحصان الذي لم يروض بشكل مناسب صعوبات في الاستجابة لما يطلب منه، وسيظل خائفاً، لذا من الأفضل أن نحسن الترويض وأن نقضي في ذلك وقتاً كافياً، ولا بد من الصبر أيضاً بعد السنوات ال4 الأولى، فالسعادة آتية في الأعوام القادمة، لأن الحصان سيصبح خير معين. بإمكانك الآن امتطاء الحصان. ضع رجلك اليسرى داخل الركاب. عندما تريد الجلوس احرص على فعل هذا بلباقة. أجل، الرجل الأخرى. أمسك بالرسن الآن وتقدم لأرى ماذا ستفعل. أبقي يديك منخفضتين. انطلق في الحال.
يمكنك الذهاب في الاتجاهين. لا تتردد وأنت تغير اتجاهك. يجب عليك نخزها قليلا بكعب حذائك وإلا ستتوقف. إحساس رائع. جيد أمين. حاول إبقاء ظهرك مستقيما. جرب أن تتوازن. لا تهتز طوال الوقت. حسنا. عندما تتأكد من أنك متوازن، استعمل ساقيك لترتفع وتهبط. ستجد نفسك تسير وإيقاع الحصان، وهذا يعرف بالهرولة المرتفعة. هل تجرب؟ حسنا. هيا، استعمل جيدا ساقيك. هرول. ربط قليلا برجليك لتهرول المهرة جيدا. جيد. استمر. والآن فلتجد إيقاعك. ثبت يديك جيدا وربط قليلا برجليك. ثبت يديك إلى الأسفل. إذا رفعت يديك وربطت برجليك، تكون تطلب من المهرة التقدم والتوقف في الوقت نفسه، فيصبح الأمر معقدا بالنسبة إليها. إجمالاً فقد مر لقائي الأول بالفرس بسلام. استفدت من خلاصة تجربتي السابقة في قطر، وتمكنت من قيادة فرسي دون مشاكل، وإني لا أتوق إلى زيادة سرعة الركض. نلتقي الآن مع التمرين الثاني. غيرنا الحصان. مهم بالنسبة إلى الخيول أن ترتاح بعض الوقت. هذا الصباح تمرنت مع إنديانا، والآن ستتمرن مع ميلي. إنها فرس في 11 من العمر. بعد الظهر ستقوم مجددا بالهرولة المرتفعة وتمرين الاتزان أيضا، وسنتمرن على العدو قليلا. ولكن حتى الآن أعتقد أني أتصرف بشكل جيد كورين، أليس كذلك؟ أجل، كان ناجحا هذا الصباح تمرينك مع إنديانا، وستكرر الأمر الآن. سوف نستمتع. أعطيتك عصا صغيرة ستساعدك على جعل الحصان يتقدم. لن تضرب ميلي، بل ستساعدك على تنشيط حركة رجليك، وأنا واثقة أنك ستكون مستعدا غدا. أتمنى ذلك. جيد. لا تنسى أن تستعمل عصاك الصغيرة على رقبة الفرس لتحفزها. جيد. فكر في التحدث إليها. قل لها هرولي، سيحفزها صوتك أكثر. خط. هكذا. خط. حاول الآن أن تهرول بشكل أسرع. خط. هكذا. أحسنت. حاول أن تهرول بشكل أسرع. هيا، فتعدو عندها بالحصان. انحني قليلا إلى الأمام. حاول أن تبقي رجليك متوازنتين تقريبا كوضعية الفارس. هيا، انقذها بهدوء بواسطة العصا، فتعرف أنك تطلب منها أن تعدو. هيا. هيا. جيد. هكذا. جيد. هيا أسرع قليلا بعد. أحسنت. جيد. أحسنت. استمر هكذا. بعد. هيا. تقدم. يا لها من متعة في ركوب الحصان. إنه شريك حقيقي، وقد بدأت تنشأ بيننا روابط الثقة، وبفضل ذلك أحسست بأمان تام أثناء الركض، وهذا يبعث على الثقة في المراحل التالية. هذا رائع. إنه أكثر راحة من الخبب، وفي المقابل لست واثقا من قدرتي على تحريك يدي والتقاط بعض الأشياء في نفس الوقت. ما يهم في ألعاب البوني هو أن تكون رشيقاً. هناك وقت يجب أن تعدو فيه بسرعة، ووقت لالتقاط الأشياء. يمكنك أن تخفف من سرعتك لالتقاط الأشياء لتعدو في وقت لاحق. هذا جيد. سوف نعمل قليلاً على لياقتك. ستحاول التقاط الكرات، ستمر بقربها، تلتقطها وتمررها لي. سوف أرى في هذا التمرين كيف ستنحني إلى الجانبين. اقترب قدر الإمكان من الكرة. انحنيت كثيراً إلى الجنب، فلتحاول أن تنحني إلى الأمام. انحني إلى الأمام. ارمي لي الكرة. تابع تقدمك. حاول أن تنحني إلى الأمام وليس إلى الجنب، وإلا لن تتمتع باللياقة لتلتقط الكرة. جيد أمين. هذا جيد. فلتحاول وأنت تهرول. أجل. أبقي يديك ثابتتين إلى الأسفل، وحين تستدير احرص على الفور على أن تكون مستقيما. هكذا. استعد. أمسك الرسن.
انحني قليلا والتقط الكرة. جيد، ارميها لي. جيد. ما إن تمسك بالكرة حتى ترميها لي على الفور. لا تنتظر، لا تبالي إن لم ألتقطها. عليك أن تعود وتمسك الرسن بيديك لتتمكن من توجيه الحصان، وإن لم تفعل فلن تتمكن من التقاط الكرات. كورين، بدأت أشعر بألم في رجلي. لم أكن أظن أنه بوسعي بذل مثل هذا الجهد وأنا جالس. نظن أنه ليس على الفارس الكثير من الأمور التي عليه أن يقوم بها، لكن في الواقع عضلات جسم الفارس كلها تعمل. سنجرب الآن لعبة أخرى، لعبة التعرج. ستحاول أن تكون الأسرع قدر الإمكان عبر الانزلاق بين الأقمعة والعودة إلى نقطة البداية. سنمرر هذا الشيء، قطعة الخيزران هذه لبعضنا باعتبارنا فارسين. ما سيحصل، سأدعي أنني فارسة، أمرر عصا الخيزران فتنزلق بين الأقمعة لتعود وتمررها إلى الفارس التالي. جيد، أسرع قدر الإمكان. تعتمد هذه اللعبة على السرعة. جيد، إنها لعبة سرعة. عدت إلى نقطة البداية، حاول أن تتوقف في هذه الناحية لتعطيني عصا الخيزران. أحسنت خلال التمرين. سنعيد الفرس إلى هذه الإسطبل. كما شرحت، يجب ألا تجهد الخيول كثيراً، وقد فعلت ميلي كل ما يلزم. سنأتي الآن بإنديانا لنتابع تمريننا إلى حين وصول الأولاد، عندها تقوم بالتمارين معهم. حسناً. رائع، أنت تتقدم تقدماً حسناً. أبقي ظهرك مستقيماً. جيد. أظن أن زوارا في طريقهم إلينا كورين. ها قد وصل الأولاد، سوف أقدمهم لك. إنهم من ستتمرن معهم على ألعاب البوني، وستشاركهم التحدي غداً. يمتطي هؤلاء الأولاد الخيول منذ 2 سنين، بعضهم يركب الخيل منذ زمن بعيد. الأصغر هي ماي في 7 من العمر، أما الأكبر ففي 15. حسناً، أنا مسرور بمشاركتكم هذه التمارين وأرجو ألا تسخروا مني. هل نبدأ؟ هيا، سنبدأ بالتمرين الآن. كورين، هل جميع هؤلاء مختصون في ألعاب البوني؟ أجل، يشاركون في ألعاب البوني بانتظام، وفي نشاطات أخرى كالقفز فوق الحواجز وترويض الخيول، وحتى في ألعاب كالهورس بول. لعبوا الكرة من على ظهور الخيل، ولكن ما معنى ذلك؟ إنها لعبة فرق، يستعمل فيها الأولاد كرة تشبه قليلاً كرة السلة. يمررون الكرة إلى بعضهم البعض، وذلك لتسجيل هدف. حسناً. عملياً لعبوا الكرة من على ظهور الخيل يشبه كرة السلة، ولكن اللاعبين يركبون خيولاً. ألا تصدقوني؟ إذن شاهدوا معنا. مارتينا فون غريفيلانج، مديرة مركز الفروسية بالجبل. لعب الكرة على ظهور الخيل رياضة جماعية من رياضات الفروسية، ترتكز على تسجيل الهدف في المرمى المقابل بكرة قدم تشدها 6 أحزمة من الجلد. ميدان اللعب منبسط وعلى حافتيه مرميان يصل ارتفاع كل منهما 3.5 أمتار. القوسان في وضع عمودي بالنسبة إلى الأرض، وهذه الرياضة جماعية مثل كرة السلة، إلا أنه لتسجيل هدف في هذه الرياضة لا بد من القيام ب3 تمريرات متتابعة. هذان فريقان يتكونان من 4 فرسان، وتدوم المقابلة 5 دقائق، وللكرة مقابض، ولا بد من 3 تمريرات قبل تسجيل الهدف. وإذا سقطت الكرة على الأرض فيجب إعادة احتساب التمريرات من جديد. وعندما تكون الكرة في حوزة فريق فعلى المنافس أن يحاول الاستحواذ عليها، ويجب أن يشرع في تنفيذ لعبة التمريرات ال3. هناك الآن قواعد أخرى، فلا يمكن الاحتفاظ بالكرة بين اليدين أكثر من 10 ثوان، وإلا فإن الفريق يفقد الكرة وتؤول إلى الفريق المنافس. قبل كل صفارة من الحكم يضع الأطفال خطة اللعب باعتبار الخيول والفرسان. أنا أحب التقاط الكرة والانطلاق بها سريعاً لتسجيل هدف، فلدي حصان صغير وسريع. يمنح الفريق ثقته للاعبين، لأن كل مركز في الميدان يلقي على الفارس مسؤولية كبرى،
ومن الضروري وجود لوازم الحماية لتفادي الاصطدام أثناء اللعب. إذن في مستوى معدات الحماية لدينا حزام خاص يشد في أسفل الركاب من جهة لأخرى، وهذا ما يسمح للفارس بالانحناء ليلتقط الكرة دون أن يسقط. يحتاج أخذ الكرة إلى بذل مجهود بدني، ولكن هذا لا ينقص شيئا من جانب التسلية في هذه الرياضة. إنها رياضة يتضامن فيها الجميع، فالروح الجماعية وإرادة النصر قويتان لدينا، ولذلك فإننا ننطلق جميعا إلى الأمام وليس الجواد وحده. نبذل ما في وسعنا كي ينتقل الحصان من مكان إلى آخر لنأخذ الكرة بسرعة وننطلق بها ركضا لتسجيل هدف. إن رياضة لعب الكرة من على ظهور الخيل رياضة مسلية، ويتمكن الأطفال فيها بفضل الروح الجماعية لديهم وما في علاقة الفارس بالحصان من تطوير علاقة صحية بمحيطهم. سنغير الآن التمرين. سنتمرن على النزول عن المهر أو الحصان. في الوسط حيث الطوق تخففون من سرعتكم، تنزلون عن المهر وتلامسون الأرض كما لو أنكم تلتقطون شيئا، ثم تعودون وتمتطون المهر بسرعة وتتابعون التقدم. سوف نبدأ الآن. استعدوا جيدا وانطلقوا. هيا. هيا أمين، توقف. انزل عن الحصان. اجعلوا المهرة بعيدة عن بعضها. انزع رجليك عن الركاب. لامس الدائرة بيدك وكأنك تلتقط شيئا. استدر وحصانك. ادعي أنك تلتقط شيئا. اصعد مجددا وانطلق. الحق زملائك. هيا بالاتجاه الصحيح أمين. حتى وإن لم تضع بعد رجليك في الركابين، انطلق مجددا. بعد أن تنطلق تضع رجليك في الركابين. هكذا تربح الوقت. هكذا ننزل عن المهر، ننحني ونصعد وننطلق مجددا. هيا. تنزلون عن المهر، تلامسون الأرض، تمتطونها مجددا وتعاودون الانطلاق. هيا. حاول أن تتقدم حتى الدائرة. من الأفضل أن تتوقف بالحصان قبل بلوغ الطوق. تنزل. هذا جيد. امتطي المهرة مجددا بسرعة. أحسنت. يظن المرء أنك تفعل هذا منذ وقت طويل. أمين، انطلق مجددا. أحسنتم أحسنتم. سوف نغير التمرين. سيحصل كل منكم على كرة. تقدموا في خط مستقيم. سأعطيكم كرة. التمرين هو أن تضعوا الكرة داخل الدلو. تقدموا، وما إن تصلوا بالقرب من الدلو حتى تخففوا قليلا. لا تتوقفوا كليا وإلا ستخسرون الوقت. لا تنسوا أن تنحنوا وأنتم تضعون الكرة في الدلو، لأنه إن رميتموها من الأعلى ستخرج من الدلو، فتضطرون إلى النزول عن المهر لالتقاطها ووضعها في الدلو. هل حصل الجميع على الكرة؟ هل أنتم مستعدون؟ هيا ابدأوا الهرولة. الحقوا ببعضكم بعضا ثم أعيدوا الكرة. هيا ابدأوا الهرولة. اقتربوا من الدلو. ارموا الكرة. تابعوا سيركم بشكل مستقيم. أجل، رائع. جاء دورك يا أمين. أجل. هيا يا أمين، ارمي الكرة. هيا هيا أمين، يجب أن تتعلم التصويب. كورين، أجد صعوبة في الاحتفاظ بتوازن هذا الانحناء. طبعاً، لأنك لا تضع ثقلك بما يكفي على رجليك وتستعمل يديك كثيراً لتبقى ثابتاً. يجب أن تبقي يديك ثابتتين إلى الأسفل. عندها تتمكن من الانحناء ووضع الكرة بكل هدوء. رائع. جيد. انطلقوا من جديد يا من في الخلف. هيا. ممتاز أمين، لم تخرج الكرة من الدلو. هذا رائع. أبقي ظهرك مستقيماً. لقد خرجت الكرة من الدلو. حاولوا المحافظة على التوازن. لم تدخل. خرجت من الدلو. يجب أن تتعلموا التصويب. كثيرون منكم سينزلون عن مهورهم. شكراً أمين. لطفوا مهوركم. هنئوها على ما فعلت. إنه تمرين جيد.
سوف ندعها تتنفس وسنلتقي غداً. سنهتم الآن بخيولكم وفي الغد سنلتقي للمشاركة في تحدي ألعاب البوني. أحسنتم. شكراً لكم. أمين، تعبت كثيراً. سأطلب منك أن تعتني بها قبل إدخالها الإسطبل. سنرش الماء على قوائمها لتنتعش، بعدها تدخلها إلى الإسطبل فيعود كل شيء إلى مكانه. أتمنى لك أمسية سعيدة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أرجو أن تقدر هذا، فأنا بدوري أحتاج إلى الاستحمام. إنه يوم شاق أيها الأصدقاء. أنا منهك جداً، ولكن العمل مع المدربة كورين ومع هذا الحصان ممتع. ألعاب البوني رياضة رائعة، ومع ذلك فإن كل خطأ قد يكون باهظ الثمن، ولذلك سأحاول مراجعة كل التمارين، والأهم من ذلك أن أستريح جيداً. نحن مجتمعون للمشاركة في تحدي ألعاب البوني. سنرى إن كان صديقنا أمين سيفوز بالتحدي. هيا كونوا في مواقعكم. ينطلق الفريق الأزرق من ناحية البحر، أما الفريق الأحمر من ناحية الجبل. هيا في مواقعكم. اصطفوا لتكونوا مستعدين للانطلاق. 1 2 3. أعطت كورين إشارة انطلاق الألعاب. يجب على أمين الذي يلعب ضمن الفريق الأحمر أن ينجح في الاختبارات ال4. تتطلب ألعاب المهارة هذه من أمين ومن منافسيه أن يحسنوا توجيه المهر أثناء اجتياز اختبارات المهارة، كإلقاء الكرة في وعاء ووضع كأس فوق عصا. تبدو هذه الاختبارات سهلة، وهي تتطلب في الحقيقة حسن قيادة المهر، وتستوجب خاصة سرعة تفوق سرعة المنافس. فاز الفريق الأحمر. فاز الفريق الأحمر. لا تنسوا أن ترسلوا إلينا اقتراحاتكم عبر jcctv.net. ومرة أخرى أحثكم على ممارسة الرياضة، وسترون ستغير حياتكم. أما أنا فسألتقي بكم قريباً في حلقة جديدة من أنت بطل.